سلام عليكم. تعالى اقول لكم على فكرة حلوة قوي لغدا سريع ومنقذ، وبس في نفس الوقت هيطلع شكله لطيف ومغذي وحلو جدا. هتجيبوا اي خضار متاح عندكم في التلاجة، وانا دايما بكون حاطة في الفريزر فراخ متبلة بتتبيلة التندوري بتتباع في السوبر ماركتس الكبيرة. بجيب بقى صينية بحط فيها ورق زبدة وبنزل بالخضار. انا استخدمت بروكلي وبصل بطاطس جزر، كوسة، شوية مشروم وشوية توابل بسيطة هكتبها لكم تحت الفيديو، لان الفراخ التندوري اوريدي بتنزل فليفرز حلوة قوي على الخضار ده. شوية زيت زيتون وبس كده بنقلب الخضار مع بعضه، وبحط اي شبكة على الصينية وبحط عليها الفراخ بالتتبيلة بتاعتها الخطيرة دي. هدخلها الفرن على درجة حرارة 200 وهسيبها لحد ما تستوي تماما الفراخ. في نفس الوقت الفراخ هتنزل الصوص بتاعها وهتسوي الخضار بطعم حلو قوي. في الوقت ده بكون بعمل شوية رز ابيض وشوية سلطة زبادي ما بياخدوش اي وقت. هنطلع الفراخ هتلاقوا شكلها بقى حلو كده ولونها جميل حتى من غير شواية. في حركة اختياري انا بعملها بس فعلا بتخلي الطعم احلى بكتير. بقطع مكعب زبدة على الخضار اللي انا شويته ده، وبحط عصرة ليمون وبقلبهم مع بعض. هدخلهم الفرن 5 دقايق او اقل تحت الشواية. بيطلعوا طعمهم مشوي وجميل، ونكهة الليمون بتخلي الخضار طعمه حاجة تانية خالص. هرجع الفراخ وكده الصينية جاهزة، جربوها وادعولي وبالهنا والشفا.